حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. النهارده بامر الله هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني بطريقه سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله تعجبك. اول حاجه معايا نص كيلو من الكبده. بصي بقى القمر، بصي الشرايح الرفيعه، العسل، ريحه الفلفل مع التوم كده مع الزيت فيها مع البهارات المتبهره في منتهى الروعه. اول حاجه عشان اعمل كبده تكون حلوه معايا لازم الجزار يقطعها لي تكون شرايح رفيعه كده، بتديني طعم حلو جدا. وتقطيعه الكبده بتفرق حلوه قوي، بتفرق جامد جدا معايا. عندي كده طاسه على النار تكون سخنه. هبتدي ان انا انزل فيها بشويه من الزيت وما كترش زيت قوي. وبعد كده هنزل بالكبده بتاعتي اول ما الزيت يسخن معايا. هستنى شويه لما الكبده تاخد لون كده تاخد لون كده، وهبتدي ان انا اقلبها. مش اول ما بنزل بها على طول بقلبها، لا بستنى شويه. اول ما لونها اتغير كده من تحت كده، ابتديت ان انا اقلبها بقى وايديا فيها، هديها لون كده او هديها تشويحه بالشكل ده في الزيت واغلفها بالزيت. هبتدي دلوقتي انزل بالبهارات بتاعتي. طبعا زي ما احنا عارفين اساس الكبده الليمون والكمون. نزلت كده بمعلقه ونص كبيره من الثوم المفروم، ونزلت بملح، نزلت بشطه، نزلت ببابريكا، نزلت بكزبره، وتوصي بالكمون. اهم حاجه في الكبده الكمون والليمون. هبتدي ان انا اقلبها، وهنا كانت الريحه طالعه خطيره خطيره. اللي شامم يكتب شامم بجد يا جماعه، لو شامين قولوا لي شامين. ريحتها كانت جميله يا جماعه. وبعد كده بقى عندي فلفل حار على فلفل بارد على فلفل رومي. قطعت كمية محترمة كده وابتديت ان انا احطها فوق الكبدة وابتديت ان انا اقلبها. اول بس ما يدبل الفلفل معايا خلاص بقى كده استوت. والفلفل فيه جرشة كده قمر، وطعمها في منتهى الجمال وريحتها حلوة جدا. وهي دي الكبدة الاسكندراني بجد احلى من الكبدة اللي بناكلها في الشارع 100 مرة. واخدة الريحة، واخدة الطعم، واخدة كل حاجة، التتبيلة، البهار. وزي ما احنا عارفين ان الكبدة الاسكندراني ما بتتاكلش غير بالليمون. نزلت بعصرة كبيرة كده، نص ليمونة كبيرة. ونزلت بشوية كده معلقة من الخل. وكانت ريحتها حلوة. ويلا بقى افتحي كده عيش بالردة، عيش طري، عيش فينو. وحشي السندوتش على رشة كده طحينة، وبجد يا جماعة تحفة تحفة تحفة. بحبكم في الله أحلى اخوات. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لسمر أبو العيد.